الملعب طلعت دين امك. اقسم بالله عشان انت بتعمله ده، عشان انت قليل ادب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير دايما ان شاء الله. كلنا تابعنا مباراة الاهلي وبيراميدز واللي انتهت بفوز بيراميدز بثلاثية نظيفة. بعد المباراة احتفل لاعبي بيراميدز طبعا بالفوز وده شيء طبيعي، لكن اللاعب محمد الشيبي الظهير الايمن لنادي بيراميدز احتفل احتفال او طريقة معينة يظهر انها استفزت جماهير ولاعبي النادي الاهلي، واشار بايديه اشارات معينة. اللي عمله اللاعب محمد الشيبي استفز اللاعب حسين الشحات اللي توجه ليه وطالبه بالتوقف عن الاحتفال بالطريقة دي. يظهر ان اللاعب في شيء معين اتقال بينهم، فحسين الشحات صفع اللاعب محمد الشيبي بالقلم على وجهه. طبعا اللقطة او الفيديو ده انتشر بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا. في ناس بيقولوا لا اللاعب ما صفعوش، لكن الفيديو بيظهر ان هو بالفعل صفعه صفعة شديدة. طبعا الفيديو انتشر بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، وطبعا الفيديو بيظهر شيء سلبي. مش من اخلاق الرياضة ان يكون الاحتفال بالشكل ده، ومش من اخلاق الرياضة ان يكون الرد بالشكل ده. طبعا بعد التصرف اللي قام بيه حسين الشحات وصفعه لزميله او لاعب بيراميدز الشيبي، متوقع ان يكون هناك عقوبات على اللاعب حسين الشحات، وبخاصة زي ما قلنا ان الفيديو انتشر بشكل كبير جدا، والفيديو اثار حالة من الجدل على مواقع التواصل. زي ما قلنا لكم في ناس بتنتقد احتفال الشيبي، وفي ناس بتنتقد طبعا اللي عمله حسين الشحات واللي ما ينفعش ان هو يتعمل في ملعب كورة قدم. دي كانت متابعتنا النهاردة، متابعة خاصة بالفيديو المنتشر حول صفع او ضرب حسين الشحات للاعب بيراميدز محمد الشيبي. الفيديو اللي اثار زي ما قلنا حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. دي كانت متابعتنا النهاردة، متابعتنا مستمرة معاكم بإذن الله، متابعتنا في كافة المجالات، متابعتنا لكل شيء يهمكم على مواقع التواصل الاجتماعي، في مواقع الأخبار وفي أي مكان بإذن الله هتلاقوه موجود هنا على القناة. ما تنسوش تشرفونا بالاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ونشوفكم على خير في متابعات جديدة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.